أهلا بكم يا أصدقائي. الفيديو ده لكل حد حاسس إنه تعبان، محبط، أو شايف الدنيا ضده. قبل أي حاجة عايزك تعرف إن اللي جواك أقوى بكتير من أي ظرف أو عقبة قدامك. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا. النجاح مش صدفة. النجاح نتيجة لإرادتك، شجاعتك وإصرارك. عشان كده لازم تعرف حاجة مهمة. كل خطوة صغيرة بتاخدها النهاردة هتفرق معاك بكرة. كل محاولة هتقربك من هدفك. كل مرة تقول أنا هقدر، عقلك بيبدأ يلاقي لك حلول بدل ما يركز على المشاكل. الحياة مش سهلة، واللي بيستنى الظروف المثالية عمره ما هيتحرك. انت محتاج تبدأ من حيث انت واقف. تبدأ من أول خطوة صغيرة مهما كانت بسيطة، لأن كل نجاح كبير اتبني على خطوات صغيرة اتكررت يوم ورا يوم. ممكن تحس بالفشل دلوقتي، ممكن تحس إن الدنيا ضدك، بس صدقني، الفشل مش نهاية الطريق. ده مجرد درس، تجربة بتعلمك حاجة جديدة وبتقويك أكتر. لو كل مرة وقفت فيها على رجلك بعد ما وقعت كنت أقوى، دلوقتي حان وقت ما توقفش. دلوقتي وقت التحدي، وقت إنك تثبت لنفسك قبل أي حد إنك قادر. أهم حاجة لازم تعرفها، مفيش حد ناجح طول عمره. كل واحد مر بمواقف صعبة، كل واحد سقط، كل واحد واجه عقبات. لكن الفرق بينهم وبين الناس العادية إنهم ما استسلموش، قاوموا، حاولوا تاني، وفضلوا يمشوا رغم التعب والإحباط. الحياة هتديك فرص، لكن لازم تكون جاهز تستغلها. لازم تكون مستعد، وعشان تكون مستعد محتاج تشتغل على نفسك كل يوم. محتاج تحسن من مهاراتك، محتاج تقوي عقلك، محتاج تتعلم، محتاج تحافظ على إصرارك مهما حصل. ممكن تكون خايف من الفشل، طبيعي جدا، الخوف ده مش عيب. لكن اللي عيب إنك تسمح للخوف يوقفك. خليك شجاع، جرب، حاول، وابدأ حتى لو مش متأكد. لأن الحركة نفسها هتديك القوة، وهتفتح لك أبواب ما كنتش متخيلها. متخليش حد يقولك مش هتقدر. متخليش كلام الناس يؤثر على حلمك. كل واحد عنده قدراته، وكل واحد عنده فرصة، ومفيش حد عنده الحق يمنعك من إنك تحقق حلمك. كل يوم جديد هو فرصة جديدة، فرصة تبدأ فيها من جديد، فرصة تصلح فيها أخطائك، فرصة تقربك من هدفك. ركز على هدفك، خلي كل تفكيرك على اللي انت عايزه. سيبك من المقارنات مع الآخرين. كل واحد له طريقته، كل واحد له وقته. أهم حاجة هي الإرادة والإصرار. أوقات هتحس إن الطريق طويل وصعب، هتحس إن مش قادر تكمل. لكن لازم تعرف إن اللي بيكمل هو اللي يوصل. اللي بيقع وبيقف تاني هو اللي يحقق النجاح الحقيقي. متخليش أي حاجة توقفك. لو وقعت مرة قوم، لو وقعت 10 مرات قوم. أهم حاجة إنك ما تستسلمش أبدا. افتكر دايما، كل مرة تقرر فيها تبدأ من جديد. كل مرة تحاول فيها، كل مرة تقول لنفسك هقدر. عقلك بيكبر، إيمانك بنفسك بيكبر، وقوتك الداخلية بتزيد، والنجاح بيقرب منك أكتر وأكتر. مهما كانت الظروف صعبة، مهما كانت المشاكل كبيرة، مهما كانت الناس حواليك سلبيين أو محبطين، خلي عندك تركيزك، خلي عندك صبرك، خلي عندك إصرارك، وامشي على حلمك خطوة خطوة، يوم ورا يوم. النهاردة ممكن تحس إنك ضعيف، بكرة هتحس إنك أقوى. لأن كل محاولة، كل تجربة، كل موقف صعب بتعدي منه بيخليك أقوى وأصلب. الطريق للنجاح مش سهل. الطريق مليان تحديات، مليان عقبات. لكن لما تبص وراك وتشوف كل العقبات اللي عديت منها هتحس بالفخر بنفسك، وهتعرف إنك قادر على أي حاجة. عشان كده متخليش أي حاجة توقفك. ابدأ دلوقتي، مهما كانت البداية صغيرة. المهم تبدأ، المهم تتحرك، المهم ما توقفش. كل يوم فرصة جديدة، كل يوم فرصة لتثبت لنفسك إنك أقوى. كل يوم فرصة تقربك من حلمك أكتر. خليك مؤمن بنفسك، خليك شجاع، خليك قوي، واعرف إنك قادر على كل حاجة. لأن النجاح مش للناس اللي مستنية الظروف المثالية. النجاح للناس اللي بتبدأ، اللي بتحاول، اللي مستمرة مهما حصل. اعرف إن الحياة قصيرة، والوقت بيجري بسرعة، وكل يوم ضايع منك عمره ما يرجع. فاستغله صح، اشتغل على نفسك، طور من قدراتك، وابدأ دلوقتي خطوة خطوة. حلمك مش بعيد، النجاح مستنيك، ومستني كل مجهودك، ومفيش حاجة توقفك إلا إرادتك. خلي عقلك دايما مركز على اللي انت عايزه، خلي قلبك مليان حماس، خلي روحك مليان طاقة، وامشي على حلمك. وافتكر، كل مرة تقول هقدر، كل مرة تقول مش هستسلم، كل مرة تحاول فيها انت بتقرب من حلمك أكتر وأكتر. خلي عندك الصبر، خلي عندك الإصرار، وكل يوم جديد اعمله فرصة جديدة. فرصة تدي لنفسك، فرصة تثبت لنفسك، فرصة تحقق حلمك. الحياة قصيرة والنجاح مستنيك، وانت قادر. وكل اللي محتاجه انك تؤمن بنفسك وتتحرك دلوقتي.